صباح الخير. اليوم مسافر من أونتاريو، من المدينة اللي أنا عايش بيها إلى كالجاري، إلى مدينة تبعد عني تقريبا 14 ساعة. خليني أقول لكم ليش. ترى صار فترة طويلة ما طلعت هيك لازم الكاميرا وقاعد أسولف وياكم. حيل أحسن الموضوع كلش صار زمان. هسه وصلنا للمطار، خل افوت جوا واحكي لكم انا ليش اصلا جيت لهنا. Hi, how are you? Good, and you? I'm good. I love your camera. Did you film me right now? Yes. Hello! No. You should pay me, yeah? Yeah. Can I have your passport, please? You work. You traveling with links? Yes. Where are you going to? Calgary. Okay, your flight is still not cancelled, but delayed. So now you need to pay me. Do you have luggage? I need to see it. Okay. Yes, it's true. You need to pay for Pay for carry what? on. Because you buy the ticket, I can see right now, you buy the ticket only allowed this bag. No, I will let you, but I'm not guarantee you at the gate they're going to charge you Okay. So do you know for how much? almost $100. 100. Okay. فمشت لي اياها، بس قالت لي احتمال انه على الباب راح يدفعوك. هسه انا اصلا ليش جيت لهنا وليش بدي اروح الكالجاري؟ شوفوا، كالجاري تبعد عني تقريبا 14 ساعة وبالطيارة 4 ساعات. حجزت موعد فيزا للسفارة الأمريكية، والمكان الوحيد اللي لقيته هو بكالجاري، يعني بهاي المدينة. أقرب موعد بالمدينة اللي أنا موجود بيها ب 2026، يعني أكيد ما راح انتظر 2026 لحد ما آخذ الفيزا. سويت حجزت الموعد اللي موجود بكالجاري، وحجزت طيارة، وراح نروح نوصل الكالجاري للسفارة الأمريكية على مود نقدم على فيزا. فكتبوا لي جوا بالكومنتات راح اخذها للفيزا بتوقعاتكم لو لا. خلينا نشوف والله منو صح ومنو غلط. ليش تخالفني؟ تعالوا اسوي لكم ليش تخالفني. لان انا جايب هاي الجنطه كلها زين، وهذه ما المفروض اصلا اسافر بيها، يعني التيكت اللي انا حاجزه المفروض انه اسافر بس بهاي. اشوفكم اياها بس بهاي. وانا سويت اكو فد ترك اسويه دائما من اسافر. خلي اقول لكم عليه، هو يضبط مرات ومرات ما يضبط، بس اغلبيه المرات يضبط. دائما اخذ وياي هذه، يعني ما اخذ يعني جنطه انه يعني اشحنها، فهاي اخذها وياي للطياره، تمام؟ فهذه المفروض انه تدخل اوكي. بس شنو اللي اسوي يعني؟ افصل هاي الجنطه، يعني من اروح على البوردنج افصل هاي الجنطه، اخذ بس هذه زين. فاقول لها ما عندي بس هاي الجنطه الصغيره، فتقول لي اوكي ماشي، تروح عليها تقول لي خلاص اوكي تمام. فبصراحة اليوم شافت الجنطة الكبيرة، وبعدين وراها حكاية منها قالت لي خلاص فوت. قالت لي بس احتمال انه اللي موجودين على البوابة اذا شافها وما قبل راح يدفعك. فخلينا نشوف هسه انا وحظي راح ادفع لو لا. وش تقولون راح ادفع لو لا؟ طبعا انا اعرف انتوا 3/4 اذا مو كلكم هاي الجنطة اللي انا اسافر بيها انتوا ما تصرفوا لكم. لازم تاخذون جنطة كلش كبيرة وتحطون بيها يمكن 50 بنطلون على 50 قميص على كل شيء، وبالاخير تكتشفون بنهايه السفره انه راح ترجعون وما راح تلبسون اي شيء من اللي اخذتوه، غير يمكن شغله او شغلتين. فنصيحه دائما من تسافر، طبعا هاي مو صغيره، يعني هذه بشوفكم اياها دقيقه، هذه باش كبرها، هذه 55 لتر، اصغر شويه من الجنطه اللي الكاريون هاي اللي تاخذوها وياكم، اصغر منها بشويه، بس كلش هذه مفيده. اول شيء ما تخليك تنتظر. انا بالنسبه لي مثلا من اسافر فترات طويله انزل بالمطار، فاظل افكر انه راح اوقف بين ما استلم الجنطه وهاي راح اتاخر، فهذه دائما من اخذها وياي للطياره ما انتظر، خلاص اظل دايركت نازل. هاي تسهل عليك مهمه. الشغله الثانيه بالتنقل، اذا انت مثلا تسافر المكان وراح تظل يعني تروح من مكان لمكان زين، فهذه الكبيره راح تكون مزعجه لك، لانه راح تظل كل ما تريد تصعد خلينا نقول تاكسي او باص او شيء راح تصير كلش مزعجه بالشيل، هذا راح تصير على ظهرك وبس. فاذا تفكرون بيها تطلع هذه عمليه اكثر، ومع العلم انه نفس الحجم. وهذه هسه انا اللي عندي اياها هاي الاوسبراي، اسم الشركه اللي هي البراند مالتها اسمها اوسبراي، شوفوها على جوجل موجوده او على امازون كلش معروفه. هذه تصير
جنطتين، هذه الاولى ومثل ما شوفتكم قبل شويه تنفصل تصير هاي الجنطه الصغيره وحدها. فحتى من توصل مثلا انت للمكان اللي تسافر له تقدر بعدين وراها تفصل هاي الجنطه الصغيره وتاخذها وياك تطلع بالايام العاديه، يعني اثناء ما انت البلد اللي وصلت له تقدر تاخذ هاي الجنطه واحده صغيره تروح هاي مثلا بالفندق او اي مكان يعني. بس خليني اشوفكم ايش قد حجمها. هيك تصير على الظهر كلش مريحه. والشغله الثانيه المريحه همينه انه تصير بيها هاي هنا على الخصر تقدر تربطها، فبحيث يعني ما يصير الحمل كله على ظهرك، يصير على الخصر وعلى الظهر، بس الاكثر على الخصر، فما تحس بألم يعني وانت قاعد تمشي المسافات طويله. وبالاضافه الى هذا هاي من هنا من هاي المنطقه هنا تكون بيها هيك مثل طبقات اسفنج، بحيث انه مثل شلون الميموري فوم، فانت من تمشي تحس عباك انه هيك تدخل بظهرك وتطلع، فتكون كلش مريحه بالمشي. جربوها. كنت عبالي هاي المهنة انتهت بالعالم، طلعت بعدها موجودة. تعرفون شنو هاي؟ هذه اللي هي صباغ الأحذية، هذا الشخص اللي قبل كان يقعد تحط رجلك هيك هنا، شلون هذه؟ تحط رجلك هيك اللي فوق ويجي واحد يظل يمسح الحذاءك وينظف لك اياه. ما اعرف، اتوقع انه المهنة هاي انتهت بكل العالم، بس يمكن هنا بكندا بعدها موجودة. فاقول له ليتو يمكن بعدها لو انتهت. يقال انه بسنة 2025 بكندا ممنوع اي ديلر يعني اي تاجر سيارات انه يبيع سيارة مو كهرباء، لان يروجون للسيارات الكهرباء بشكل مو طبيعي على مود يخلصون من البنزين ومن الاحتراق اللي دا يصير والتلوث. فلذلك تشوفون بكل مكان قاعد يروجون على سيارات الكهرباء، اللي عندهم شركات او معارض سيارات بعد ما يقدرون يبيعون سيارات بنزين ورا سنة 2025. Thank you. عبارنا قلت لكم هاي الخطة تنجح، لو جربوها 99% تكون ناجحة. وأخيرا وصلت وخلصت هاي الرحلة الطويلة، يعني صدق وأخيرا. راح أكمل وياكم الفيديو بس مو اليوم، راح أكمله باكر. فهاي كانت رحلة المطار الطويلة اليوم، وباكر راح نروح على السفارة. فخلينا نشوف شو يصير واقول لكم. شوفوا شفتوا شلون من اقول لكم اسال كل هنا دا ينتظرون جنطهم. زين انا جنطتي موجودة وياي ودا اطلع، فعلى مود هيجي اقول لكم هذه اسهل، فكروا بيها.